السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. نبدأ قصة النهاردة ونقول بسم الله. حذرته بس محدش صدق لحد ما سمعوا صوتها بعد موته. تخيل تصحى كل يوم على أصوات غريبة في بيتك، تحس بحد بيهمس جنبك، وتسمع صوت ضحك في عز الليل. بس لما تدور حواليك مفيش حد. تخيل تعيش في مكان كل ليلة تسمع فيه صوت حد بتوعدك بالموت، ولما تيجي نهايتك تلاقيه فعلا بيضحك وفرحان. القصة دي مش خيال، دي حقيقة حصلت من أكتر من 200 سنة، واللي عاشوها شافوا بعينيهم الرعب، رعب ما يتوصفش. تعال أحكي لك الحكاية من الأول، وقول لي في الآخر، تفتكر اللي حصل ده كان بفعل البشر ولا حاجة أقدم وأخطر بكتير؟ البداية الأرض الملعونة. في سنة 1804 راجل اسمه جون ويليام قرر يشتري مزرعة كبيرة في شمال تينسي بأمريكا. كانت المزرعة شكلها هادي وجميل، بس كان ليها ماضي غامض. الأرض دي كانت بتاعت ست عجوزة اسمها كيت باست، والناس في القرية كانوا بيقولوا إنها مش طبيعية، وإنها بتعرف حاجات غريبة محدش غيرها يعرفها. جون اشترى الأرض بسعر قليل، لكن الناس قعدوا يقولوا لكيت ده ضحك عليكي وسرق أرضك بتراب الفلوس. وفعلا الست بدأت تلاحقه في كل مكان وتصرخ: هقتلك يا جون، هتموت وتدفع التمن غالي. كلامها كان يخوف، بس جون كان راجل عملي. ضحك وقال: هسيبها تهري، الزمن كفيل بيها. لكن الزمن كان ليه رأي تاني. بعد 13 سنة من شراء الأرض، تحديدا سنة 1817، بدأت حاجات غريبة تحصل في المزرعة. في ليلة باردة جون كان واقف في المزرعة، وفجأة لمح حاجة غريبة وسط الضلمة: كلب كبير. لكن لما قرب منه اكتشف إن جسمه جسم كلب، بس راسه راس أرنب. قلبه ساعتها وقف في رجليه، بس مسك بندقية وضرب عليه طلقة. الكلب العجيب اختفى في لمح البصر. قبل ما يلحق يهدى لمح حاجة تانية: طائر ضخم، بس مش بيطير، كان بيزحف على الأرض. رفع بندقيته وضربه هو كمان، لكنه اختفى بنفس الطريقة. هنا جون حس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. دخل البيت وهو متوتر، لكنه أقنع نفسه إن ده مجرد وهم. بس الليلة دي كانت البداية. من الليلة دي الرعب بدأ يزيد كل يوم. أصوات غريبة بتخدش الحيطان، كأن في ضوافر حادة بتجرح الخشب. خبط عنيف على الأبواب والشبابيك، ولما يفتحوا مفيش حد. همسات بتتقال جوه الأوضة، كأن في حد واقف جنب ودانهم بيتكلم بلغة غريبة. صوت ضحك ست عجوزة بيملى البيت، ضحكة باردة تخلي الدم يتجمد في العروق. السرير كان بيتهز لوحده، كأن في حد نايم عليه وبيتقلب. في الأول العيلة افتكرت إن ده مجرد خوف أو خيال، بس مع الوقت الكل بدأ يحس بيها، وبدأت الليالي تتحول لجحيم. أنا هنا يا جون. في ليلة حلكة السواد، سمع جون وأسرته صوت ست بتغني أغاني قديمة جدا. صوتها كان بعيد لكنه واضح. لما ركزوا اكتشف إن الصوت ده هو صوت كيت باست، الست اللي كانت بتتوعد جون زمان. بس المشكلة إن كيت باست ماتت من سنتين، ماتت من سنين. جون جري برا الأوضة وهو مرعوب، قلبه بيدق بسرعة وبدأ يصوت: مين هنا؟ انت مين؟ لكن الرد كان أبرد من الموت نفسه: أنا هنا يا جون، لسه مستنياك. كان الصوت جاي من كل حتة، وكأنه طالع من جدران البيت نفسه. بعد انتشار الحكاية الناس
الناس كلها بقت بتتكلم عن المزرعة المسكونة، لحد ما وصلت القصة للجنرال أندرو جاكسون، الراجل اللي بقى رئيس أمريكا بعد كده. جاكسون كان راجل شجاع وقال: أنا هروح المكان ده بنفسي وأشوف إيه الحكاية. وبالفعل خد جنوده وركبوا العربيات والخيول في طريقهم للمزرعة. لكن قبل ما يوصلوا حصلت حاجة أغرب من الخيال. العربيات وقفت فجأة والخيول رفضت تتحرك. الجنود حاولوا بكل الطرق يحركوها، ضربوها بالسيوف، زقوا العربيات، لكن مفيش فايدة. وفجأة سمع صوت ست بتضحك. الضحكة كانت جاية من فوقهم، لكن لما رفع راسهم ملقوش حد. بعدها الصوت اتكلم وقال بهدوء: مفيش داعي تيجوا، أنا اللي هجيلكم. في اللحظة دي الخيول اتحركت لوحدها كأن حد رفع اللعنة عنها. الجنرال جاكسون كان متجمد من الرعب، وبعد ما شاف اللي حصل في البيت قال جملة مشهورة: أنا أفضل أحارب الإنجليز على إني أقابل الست العجوزة دي. وبعد الليلة المرعبة دي هرب من المزرعة ومرجعش تاني. الساحرة فضلت تعذب جون وأسرته سنين طويلة، لحد ما جه اليوم اللي قالت فيه بصوت واضح: قربت تاخد حق، جهز نفسك يا جون. وفي سنة 1820 لقوا جون ميت في سريره، وعنده زجاجة في إزازة فيها سم غامق. العيلة كلها كانت مرعوبة، لكن الرعب الحقيقي كان لما سمعوا صوت كيت باست بيضحك بصوت عالي وبيقول: أنا اللي موتته، دلوقتي أخدت حق. وأثناء الجنازة الكل سمع صوتها بتغني أغنية فرح وهي بتضحك وكأنها بتحتفل بموته. لسه مخلصتش. بعد موت جون العيلة كانت فاكرة إن الرعب انتهى، لكن كيت كان ليها رأي تاني. فضلت تظهر لهم في البيت، تهمس في ودانهم، تخلي الأبواب تفتح وتقفل لوحدها، وتضحك في عز الليل، لحد سنة 1828 لما الصوت أخيرا قال لهم: هسيبكم دلوقتي بس هرجع بعد 7 سنين. وبالفعل كل حاجة هديت، والعيلة حاولت تنسى الكابوس اللي عاشوه. لكن لما جه عام 1835 الساحرة ما رجعتش. لكن تفتكروا الرعب خلص؟ المزرعة لسه موجودة لحد النهاردة، والناس بتقول إنها لسه مسكونة. في ناس بتحلف إنها سمعت صوت ضحك الست العجوزة جوه البيت، وفي ناس تانية بتقول إنها حست بحد بيهمس في ودانها في عز الليل. وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.